3/4. 1.5 لكل 2 3. احنا حنسوي قراصين. قلاص. الحلو بالجراج. الخير، صباح الخير أميرتي، صباح الجمال أميرتي. في معبس، ليش قلب ما ياكل حلو هيك معبس علينا. صباح الخير يا سرايك يا حبيبي. من انت مخططة تسوين فد اكلة ومن اللي نايمة ومرتاحة نفسيا لان انت تعرفين ايش راح تطبخين. طلعت لحم، قلت اسوي لحم بالفخار ومجموعة خضروات، صار لي هواي ما مسويتها زين. وحتى طلعت كمية لحم اكثر من اللي دائما اني اخليه، قلت لان هو هذا الطعم كلش طيب فيحبوه. شو هذول قعدوا الصبح لا 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 هم مشتهين لحم. سوينا مرقة فاصولية، فخليت الفاصوليا الخضراء على النار. وذاك اليوم هواي أسئلة تكتبوني أم حمود التمنة مالتك هيجي مريشة وتطاير وطويلة وترفع وحبة ما متلازقة بحباية شنو. طبعا أنا كنت قبل أستخدم العربة تكتب لكم، وبعدين محمود، يعني محمود عربة العربة بيناتهم أي شيء ألقيه بالسوق أجيبه. بس هاي هسه من قبل رمضان حكيت لكم جوكر، الطعم رهيب. الطعم يا جماعة الخير فعلا فعلا الطعم كلش طيب. وبنفس الوقت هسه الصورة دا تشوفوها شلون الحبة بنثر، اي فعلا صراحة اطبخ التمن. واني هو هذا التمن اللي انتو دا تسألون عليه دا طبخه هو كله من الجوكر. ايش قد سعره والله ما ادري لانه مو اني رحت السوقت جابوا لي اياه، بس هو يعني 8 9 بهالحدود هذا. ونبتدي وياكم روتيننا اللي ان شاء الله راح يعجبكم. بس اكيد اتمنى منكم دعم القناة باللايك، كل ما مشترك يشترك ويانا. ويلا على بركة الله خلي اليوم نشوف شكو ماكو عندنا. هاي الفاصوليا اللي فرزتها اني وياكم اسلقها قبل لا نبلش بروتيننا اللي اشوف لكم فد شغلات كلش 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 مهمة استفاديت من عندها. هذا فوار للأملاح، إيش أكو أملاح بالجسم ينزلها سواء بالكلى وأملاح مترسبة بالجسم.
هذا تقريبا أعتقد ب10,000 سعره. هذا فد شي يعني الرجل من تورم تحسون هيجي منفوخة، خاصة من تمشون، هذا تشربوه فظيع ورا الغداء. زين، من كتب لي؟ أكيد الطبيب كتب لي، بس أنا أحكي لكم العوارض اللي صارت عندي على أثرها. كتب لي هذا الفوار، أريد كل أم بيت تتعب تشتغل، مو بس أم بيت، كنا احنا العراقيين وبصورة عامة، على قولة دكتور زياد صديق الأبو حمودي، هو اللي كتب لنا اياه واللي قال اخذوه. هذا فد شي مو طبيعي، هذا بي كالسيوم، بي منغنيسيوم، بي دي 3. الشعب العراقي كله اذا تجي هسه تروح تحلل له قاعد ببيته وتدخل عليه وتحلله تحليل مجاني، راح يطلع عنده نقص بهذه الفيتامينات كلها وما تتعوض، لانه يحتاج لها جهد وفترة. احنا اكلنا كله مو صحي، فعليا احنا اكلنا مو صحي فعليا، انه احنا ما نتعرض للشمس، لان تعرض الشمس يقول لك حتى تحصل فيتامين الدي هو من صلاة الصبح الى تقريبا الساعة 9-10، ولازم يكون الجسم يعني كله مكشف على الشمس. احنا وينكو هذا الحكي؟ ماكو. المهم، قبل الريوق على الريق فوارة واحدة ويا قلص مي دافي، راح المعدة كل الفيتامينات اللي موجودة راح تسحبه، بالتالي راح تحصل على أكبر كمية من هذا الفيتامين إنه تاخذه على الريق. اشتروه 2000 دينار. نانا الدكتور احنا اللي كتب لنا اياه يقول اني صار لي سنة بالضبط، يعني هذا الكلام مو كلامي، هذا كلام الدكتور، سنة هو ما منقطع عنه، راح تحسون فرق كلش كبير إذا ظليتوا عليه. ها مصطفى، ايش تسوينا اليوم؟ احلى سموذي موز وفراولة يا يابا
يلا نبدي، بسم الله. نحط لكل جلاس 4 فراوليات. عاشت ايدك. بس حنسوي هاي اول كمية جلاس يعني. كل جلاس 4 فراولايات. وموزة واحدة لكل جلاس، يعني كل جلاس. عاشت ايدك. صغار حتى بسرعة. عافية. نعم. تمام. تمام. نحط كمية ثلج يعني معقولة، ايش قد تحبون؟ احنا نحب هواية. لا تاخذوها مثل لاصقات لي حتى تسوي مشاكل بالهذا. اوكي. نحط كمية عادية. عاشت ايدك. بعد شوي اثنين. ونحط سكر 1.5 لكل جلاس. هاي وحدة، هذا المقياس. إذا مال أكل وحدة بس، أو يمكن 3/4. 1.5 لكل 2 3. احنا حنسوي قراصين. جلاس. عاشت ايدك. وبعد شنو؟ شوية من المي. شوية من الماء. وخبط خبط خبط. احنا سوينا إليا والمصطاف، وراح نسوي هسه ونخليه بالثلاجة للي يريد. شوفوا الفراولة شلونها تخبل، واللون مالتها يشهي. هاي مجموعة العصاير ان شاء الله راح نبدي نسويها انا وياكم مصطاف. اولا غنية بالفيتامينات، ثانيا نظيفة، ثالثا بالبيت، ما راح تكلف هواية لانه بيش والله مصطاف الواحد الكوفي. أقل كوفي 4000، ما يقل عنها أبدا. بالضبط. خذنا العصير وسويت لي قعدة حلوة، أجواء راحة على طمأنينة، أنا ومصطفى الحلو بالجراج. واللي عنده حديقة راح تكون القعدة بعد أحلى، واللي ما عنده حديقة مثلنا قاعدة مرتبة تغيرين جو، لأن هسه الأجواء كلش حلوة. ونسولف وياكم على المحبة. الحياة كلها مبنية على المحبة، يعني ماكو واحد يقدر يعيش إذا ماكو حب بحياته. حب الزوج، حب الأولاد، حب الأهل، حب الصديق. هذا فتشي كلش حلو موجود بهالوقت هذا. أعظم نصيحة ممكن أنه أوجهها لنفسي وأوجهها للكل هي أنه بهذا الوقت اللي دا يمر علينا، إلى أنه لازم نحب نفسنا حتى نقدر نحب الناس. كل ما احنا نحب نفسنا نحب الذات اللي مغروس بداخلنا. أقيم نفسي لأبسط الشغلات، هذا راح ينعكس انعكاس جذري وواضح جدا على كل ملامح وجهنا للناس. أوتوماتيكيا راح تحب الناس، راح تشوف الحياة حلوة بالرغم من صعوبتها، راح تشوف لأنه أنت جيبك مليان فلوس بالرغم من أنه هو فارغ، راح تشوف أنه أنت ما عندك مشاكل بالرغم من كثرة المشاكل اللي موجودة عندك بالبيت. يمكن هواية أمور راح تراجعها ويا نفسك وتقول هذه مأثرة على حياتي، لا ما مأثرة على حياتي إذا حبيت نفسك وتقبلت نفسك مثل ما هي. هو شنو هو حب الذات؟ أني أتقبل نفسي ومشاكلي ووضعيتي الآن اللي أني بيها كما هي، وأتوكل على الله سبحانه وتعالى بكل مشاعري وجوارحي. خلص وكلت كل أموري. كل ما توكل أمورك لله، الله راح تحس بأنه نفسك عزيزة ما تحب تأذيها. اللي خلقها هو كفيل بأنه يحل مشاكلك. إيش قد حلو من إحنا نداري نفسيتنا، ما يأثر علي لا كلام ولا مشاكل ولا مغريات الحياة، ماشية بشكل بسيط جدا. الحياة بسيطة، احنا بإيدنا دا نعقدها. اي فعلا احنا دا نعقد الحياة. كل مشكلة لها حل. ايش قد ما تصير عندنا مشاكل، ايش قد ما صارت عندكم مشاكل بالأخير انحلت لو لا؟ اي نعم، انعصرنا، تعبنا، بكينا، انهضمنا، نفسيتنا تعبت، مرت علينا ايام احنا نفسيتنا مو بس تعبت، فقدنا الامل حتى بالحياة. هذا الشيء غلط، لكن بالاخير انحلت لو لا تنحل. هي كل عقدة وإلها حلال، شيء اكيد. فيا سادة، متعة الحياة عبارة عن أنه تحب نفسك وتحب للناس الطيبة
مثل ما تتمنى لنفسك. إيش قد حلو لو نعيش بهيجي أجواء. أنا أحب لكم الخير وأنتوا تحبوا لي الخير. الإنسان الحقيقي يريد يعيش بسلام وراحة بال وطمأنينة، ويطبق قانون الدنيا اللي إحنا خلقنا إلها. ورب العالمين اللي رايد من عندنا حب لأخيك كما تحب لنفسك، أكيد راح تكون كل أموره سهلة وبسيطة، وتشوفه إنسان متعايش وبسيط وحلو وسلس، وحتى أموره ومشاكله كلها تنحل ببركة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه مقدم الحب كصفة أولية وبكل حياته. طبقوها هاي القاعدة، أكيد راح تنساعدون شيء أكيد.